ايش في يا عم منصور؟ اشوفكم اليوم مبسوطين غير العاده. رائد؟ ايوه رائد، اخيرا ظهرت. ليش وينك انتوا؟ انا مانيش داري. انا على فكره موجود بس انتم مدري مالكم. وبعدين ليش موظفين واحد بدالي؟ انا مقصر بحاجه؟ ها؟ جايبين ابو غريم هنا تستقبلوا منه؟ ايش هذا والد عدوك؟ في بينك حاجه انت وابني؟ انا وابنك في بيننا حاجات يا استاذ. عاد انا لما اصفش الحسابات ولا انا صلعتك اليوم هذه رجلة. يعني لا تصدقوا يا جماعه، لا تصدقوا، هو اكيد شارب حاجه طافي، هو طافي. انا مصحصح لكم فل، انا مصحصح لكم فل بوريكم. بس ولا كلمه. احترم نفسك. احترمي نفسك انت واعتبري كل اللي بين انت يا نور. بدك يا منصور. ليش ايش في بينكم؟ والله يا ولد الحلال موضوعك سهل وبسيط، ما أعرف وش اللي وصلك لهنا. بسيطة، أقول لك إقامتي انتهت وأنا الآن أشتغل بالممنوع، يعني لو حد رابي بيرحلونا على طول. والله يا ولد الحلال بسيطة وأبسط من البسيطة بعد. كيف بسيطة؟ هقول لك كيف بسيطة. أنا أخرج لك إقامة جديدة خلال 24 ساعة. 24 ساعة كيف؟ يا ولد الحلال القروش، قرقش جيبك وخرج الجروش وخلاص أمورك تتم. ما يهمنيش الفلوس خالص، بجيب لك كم مجتي، بس قول لي هل هي مضمون ولا زي حكاية يومتين؟ 100% مضمون. أنت بس حرك أمورك وأنا 24 ساعة وقامتك معك. إذا تمام، بس خليني أكلم عن منصور عشان ما تسوي أي حاجة. يا ولد الحلال لا تكلم منصور. ترى منصور مكلمني قبل فترة يبغى إقامة لخوية وأنا رفضت، ما أبغاه الحين يعرف، لذلك خلي الموضوع هذا بيني وبينك وأنا مشي أمورك. تمام، بس الفلوس بالكلفة، إيش رأيك نروح نجيبه؟ بسم الله تحرك تاكس. انا احبه. لا تبهرش، حب من طرف واحد طمن. لو مش مصدقني اسال وليد. سلام عليك. الله معك يا رايد. هذا اللي في الافلام الرومانسيه ولا بلاش؟ بحق الله تخلي لي حالي تكمل ما بقلبي علشان ما مشغل. انا ضيقان. اذا ما قتلك الضيق حقتلك انا عم عبد الجواد. طنشه وانا حتصرف معاه. قد صرفتي وقزلكتي. انا عاد ما تصرفش، قزلكتي. هذا وانا غبت له يوم، عنده موظفه بدالي، مدري موظف، الدنيا اشتغله، ناقص تلغي اقامتي. قول لهم ان انا هرب، بلغي بي. هذا كله ليش؟ علشان انا حبيتك يا نور. رايد في معي، معلش يا استاذ، شكله شارب حاجه اليوم. انا شارب ريد بول، صاحي لكم فول كامل. خلوا لي حالي بس. انا قبل ما اقزعش اقول لكم حاجه بالذات لنور. ولا حرف. خلي لي حال عم برضايك، خلي لي حال اسكتي. يا جماعه انا خايف اخرج لك ما ببطنك قبل ما تخرج ما بقلبك. ما لك دخل، خلينا نتفاهم مع نور. انا احبك، مستعد علشانك اعمل اي حاجه، مستعد اقتل، مستعد ارتكب جرائم، اي حاجه قدامي ممكن اعملها علشانك. وانت لحظه بهدر لك حاجه على فكره، انا والله ما انا داري ويني بناك، وين ضربت ابو الدنيا. انا بقتل يا عبد الجواد ورب الكعبه ما اعمل احترام لحاجه بالحياه. وابنك يدري ويعلم اذا فكر تفكير انه يتزوج بنور انا بقتل. ولو تزوج جالس امه. كل زول بيزوز بتاعه الا انا ما عندي مرء. والله هذا لسه اقصاي ما عنده هرمه سوا هذا. ليه بس كده هذا ليه بس كده هذا كل زول. أين وليد؟ هذا وليد كان مع زابر وراح سوا هو وياه. صابر؟ ايوه. راد ايش تاخذ رايك بحاجه؟ ايش؟ اي صوره انزل انستغرام، هذه ولا هذه؟ نزلي صورتي، كتبتي إن لله وإنا إليه راجعون. شوف يا بنتي، ما فيش أحسن من الصدق، خاصة وإحنا قاعدين في البداية. إيش اللي بينك وبين رائد؟ صدقني يا عم ما في من الخبر خبر، ورائد دماغه في مشكلة، كل يوم يطلع لي بقصة جديدة. لا بس هذه المره انا شمه كذا هو يكثر لعنده وعيونه يشروغين، اكيد هو يحبش. اقول انطم
انصم، ما ابي اسمع صوتك، خليك مع الخير. يعني انت مالك دخل؟ ولا عمري سمعته. على فكره احنا جايبين للموضوع اكبر من حجم، وكلنا سمعنا رائد بعظمه لسانه وهو يقول انه حب من طرف ثالث. يعني نور ما هيش داريه باللي براسه اساسا. يلا خير، عموما انا استاذن. المهم نشتي هذه اللخبطه اللي صارت ننسيها خالص، ولا كانه حصل شيء. وعلشان تتاكدوا يعني في هذه هديه بسيطه، يعني ابن زهير طلب اسلمها لنور. تفضلي.